اهلا بيك. اللاعب نتعرف عليك. اهلا وسهلا. اللاعب اسامه السعداني من ابطال لاعبي التنس في العالم، مستوى العالم. ايه شايف مستواك النهارده مش زي العاده يعني؟ المشكله بس حضرتك عارفين الاصابه اللي كانت في رجلي اللي هي هنا اهو ديت. ايوه والاصابه اللي كانت في رجلي اللي هي هنا اهو برضه في نفس الوقت دي ودي حتى انا كنت متعكز على دي. لما دي اتكسرت بقيت متعكز على ايدي بقى، مش لاقي حاجه اتعكز عليها. فطبعا انت عارف الحمد لله رب العالمين، يعني كانت بس هي اللي ابعدتني عن الملاعب الاصابه ديت لمده حوالي 5 شهور بعيدا عن الملاعب. ما كان الكابتن وائل كان عارف طبعا الموضوع ده، فبعيد عن لياقه المباريات طبعا الحمد لله يعني. بس ادينا الحمد لله بنسخن اهو. ايوه والله المستعان، يعني ربنا يقدرنا كده ونبسط الجمهور الجميل اللي جاي يتفرج علينا ده ان شاء الله، ونعمل اداء طيب باذن الله كده ونفرح اهل مصر ان شاء الله. وايه توقعاتك عن نتيجه المباراه النهارده؟ ان شاء الله خير باذن الله. والله احنا بنعمل كل جهدنا اهو في الملعب، وربنا يعني يسهل. والله يا كابتن حماده، انت واللي فيه خير ده نقدمه ربنا يعني، وانت عارف يعني احنا هنعمل اللي علينا والباقي على ربنا يعني. الحمد لله ان شاء الله. تمنياتي ليك بالتوفيق كابتن اسامه. نتوجه لكابتن الجليل احمد محمود عبد الله. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا بحضرتك واهلا. يلا يا ابني مش هينفع يا ابني كده يا ابني اللي بتعملوه ده. ايه انطباعاتك عن مباراه النهارده؟ بصراحه احنا كلنا مشدودين للمباراه دي، بس احنا مركزين الحمد لله، وناويين ان احنا لازم نعمل حاجه النهارده ان شاء الله. هل سيتكرر نفس ما حصل في الموسم الماضي؟ والله احنا بنبذل كل جهدنا عشان ما نكررش نفس الخطا اللي حصل ولا ان شاء الله يعني في نتيجه ان شاء الله. طب وايه اخبار الاصابه؟ الاصابه يعني هي انا بحاول اتمثل للشفاء دلوقتي، لكن يعني هي التعويره لسه شغاله، لكن يعني هحاول يعني ايه اجي على نفسي عشان تعرف فريقي ما يستغناش عني. انت عارف انا يعني كله بيعول عليا كتير ان انا احقق لهم الفوز. امشي يلا. وايه توقعاتك عن نتيجه مباراه النهارده؟ والله احنا يعني هنبذل كل اللي نقدر عليه ان احنا نرجع بالثلاث نقاط ان شاء الله. مين اللي بيعدي ده؟ مين اللي بيعدي ده؟ انت تلوي. وان شاء الله نتمنى لك التوفيق النهارده والفوز في اللقاء. المدرب كوتش معانا كابتن وائل محمود. اهلا بيك النهارده في مباراه اليوم. ايه انطباعاتك عن بدايه الموسم؟ ماشي. والله النهارده انا اتمنى ان الشباب يعني عندهم ثقه كبيره يعني تمام كمان يا جماعه. التدريبات ادوا اداء جيد في التدريبات. ايوه. ونتمنى من الله عز وجل ان احنا نعود بالثلاث نقاط، لان مش معقول نرجع ونسيب الجمهور بتاعنا اللي جاي لنا ونتحمل احنا شرفنا الجمهور ده خلاص. والله هو ده نقطه التحول الوحيده اللي في المباراه. وهل الصفقات الجديده هيكون ليها دور في اتمام طبعا ان شاء الله. احنا عندنا يعني صفقتين هيقلبوا الدوري عندنا في مصر، اللي هم مش بعيد ناخد بيهم كاس العالم للانديه. لا والله. امال ايه؟ امال احنا بنلعب يا بابا، مش فاهم انا. طب وهل تتوقع الفوز لمين النهارده؟ مش هينفع كابتن تصوير كده يا كابتن، مش هينفع يعني الاداء الافضل. اتمنى ان احنا نشوف مباراه جيده والبقاء الاصلح اكيد يعني. ان شاء الله نتمنى الفوز للجميع. اهلا بيك سيادة الوزير. شايف؟ والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المباراه الملعب فاصل ده. هنشوف المباراه النهارده طبعا مباشره على قناه النيل الرياضيه. في حماس. كان معكم كابتن محمد سعيد من ملعب المباراه. حول